صباح الخير. النهاردة بقى يلا نفطر عند عم زغلول. تعال نشوف الفطار ونشوف الأسعار ونشوف الجمال. عم زغلول من أشهر المطاعم في اسكندرية. طبعا بيعمل فطار، فطارنا المصري الجميل، فول والفلافل. عم زغلول مشهور جدا. هنشوف بقى دلوقتي عندهم ايه وبيعملوا ايه وبكام السرفيز عندهم. طبعا عندهم البدنجان والبطاطس، وطبعا انواع كتير من الجبن، جبنة بالطماطم، جبنة مهروسة، بطاطس مهروسة، طبعا فول وفلافل، بطاطس محمرة، بطاطس مقلية، بطاطس اللي هي بالجبنة، طبعا قوالب الجبنة المقلية أو صوابع الجبنة المقلية. العم زغلول من أشهر الأماكن طبعا للفطار الصبح. زي ما احنا شايفين الحاجة طازة وجميلة. هنشوف بقى الأسعار وهنقول لكم رأينا في الأسعار والأكل. زي ما انتوا شايفين بطاطس شيبسي، كول سلو، بنجر، طبعا الفلافل في النار، ودي راس العجة الجميلة. طبعا مستنيين الفلافل ومستنيين تجهيز السرفيس. طبعا زي ما احنا شايفين نظافة بصراحة، ترتيب، سرعة. بيعملوا كميات لان بيبقى فيه عليه زحمة، بس احنا كنا رايحين بدري ما كانش لسه اتزحم، طبعا عشان احنا كنا هنصور زي ما احنا شايفين كده بالظبط. دلوقتي هم هيحضروا لنا بقى السرفيز وهنشوف ايه الجمال. بصوا البطاطس الفلافل في النار، هنا بقى بيحضر ومستني الفلافل. طبعا عمل طبق الفول بالطحينة مخلل، وبيحط بطاطس وبيسألك بقى عايزة ايه من الحاجة الموجودة عنده، وايه اللي بتحبيه بيحطه. طبعا الحاجة اللي انتي مش عايزاها مش بيحط منها. هنا بقى ادي السرفيس، بصوا جمال ونظافة. الصبح كده بيبقى فطار روعة. بصوا مخلل، سلطة، مسقعة، طبق الفول بالطحينة. ده السرفيز اللي احنا شايفينه. طبعا قال لنا عايزين عجة، احنا مش بنحب العجة. زي ما احنا شايفين مستنيين. ادي الفلافل طلعت بقت سخنة، طبعا سخنة نار لسه طالعة من النار. وهنا بقى مكان القعدة، عامل قعدات طبعا تقعدوا في اي مكان، في هنا في الداخل وفي بره برضو في الخارج. هنا بقى هنشوف كيسين عيش، وطبعا كول سلو، واجي الفلافل السخنة الجميلة، واجي البطاطس المحمرة. بصوا الأكل بقى، بصوا المنظر. بكام بقى السيرفيس ده ب110. أنا في رأيي غالي جدا، وطبعا غالي، ما يعني غالي 110 مش شوية. وانتوا بقى قولوا رأيكم.